السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بينك ايدياز. شكرا مشاهدتكم قناتنا. اليوم جبت لكم بناء على طلباتكم، قلتوا لي اعمل ريفيو على منتجات او مشترياتي من اي هيرب. راح احط لكم اللينك تحت اللي ما بعد شاف المشتريات، وكمان طلبتوا مني خلطات، فاليوم جبت لكم خلطة. وكمان طلبتوا مني كيف تطلبون من الموقع. ما ادري البرنامج اللي يسوي برنت سكرين خربان اللي على اللابتوب، فبس اصلحه ان شاء الله راح انزل لكم الطريقة. فقلت في هذه الاثناء راح اسوي لكم ريفيو واتكلم عن ايش عجبني وايش ما عجبني. طيب اول شيء خلينا نبدأ بالحلو. خلينا نبدأ بزيت الارغان او ارغان اويل. مرة حلو، مرة حلو للشعر، مرة جميل. كيف انا قاعدة استخدمه؟ اذا طلعتوا من الحمام والشعر رطب ونظيف وكل شيء، تاخذون منه نقطة بس، بمعنى كلمة نقطة، ما تكثرون ابد، تحطونه على راحة اليد، وبعدين بيدكم تخلطون على كل اليد بحيث ان كل اصابعكم يكون جواتها الزيت. بعدين حطوه بس على اطراف شعركم، بس الاطراف. انتبهوا لا تروحون للفروه لانه راح يبين شكل شعركم زيت، بس الاطراف وبعدين باقي الشعر يعني. بس اهم شيء الفروه لا تلمسون فروه الشعر. الحلو فيه انه بصراحه هذا النوع ما فيه ريحه شينه يعني تثبت في شعرك، يعني احيانا بعض الزيوت تطلع ريحه وتكرهين نفسك صراحه، فهذا لا ابد ما في ريحه، وتحسينه يرطب الشعره ويحط لها لمعه. وحتى انه بعد ما تحطينه بعدين ينشف شوي شعرك وتمشطينه، يخلي الشعر كانه شويه يعني مستشور مرتب، يعني ما في حوسه وويفي كثير يعني اذا كان طبيعه شعرك ناعم. فمره حلو بصراحه، مره انصح فيه. الشيء الثاني فيتامين اي. طبعا اصلا انا دائما استخدم فيتامين اي، بس كنت استخدمه من كبسولات احطها تحت العين. هذا بصراحة اسهل كطريقة استخدام. نفس الشيء لاحظت ان هذا النوع اخف من الكبسولات اللي انا استخدمها. فهو اصلا فيتامين اي مرة كويس للبشرة. اللي اذا عندك هالات سوداء انصحك حطيه قبل تنامين كل يوم، بتشوفين الفرق بأسبوع، بيفرق معاك. بس ضروري إنه ما تكون سبب هالات السوداء مرض أو شيء، الله يكفينا الشر ويبعد عنا وعنكم يا رب. فإيه فيتامين إي مرة حلو. الشيء اللي استخدمته هذا صراحة مرة واحدة حطيته، بصراحة هذا ريحته ما عجبتني، ريحته مو حلوة أبد، خصوصا إنها تنحط على الوجه. طبعا هذا إيش المفروض إنه يسوي؟ هو يحارب التجاعيد كويس، يجدد حيوية البشرة ويحافظ عليها، فدايما هي سر شباب البشرة. ما استخدمته بصراحة إلا مرة واحدة للأمانة. بس ريحته ما عجبتني، ما أدري، فودي لو أخلطه بشيء ثاني يغطي على الريحة، لأنه إذا بستخدمه كل يوم قبل النوم الريحة مو مقبولة بصراحة. يعني أوكي لو مرة بالأسبوع أو ماسك أو زي كذا ما عندي مشكلة، لكن كل يوم مستصعبة السالفة. بس يبغالي أجربه لأن المدح عليه مرة كثير، ويقولون كمان إنه يعالج آثار حبوب الشباب، فممكن يستخدم مثلا بعد الديرما رولر، ليش لا. طيب كمان هذا زيت الليمون. طبعا جميل حلو، ريحته حلوة مرة. فائدة زيت الليمون إنه يعمل نضارة للبشرة، مرة نضارة حلوة، وفيتامين سي، فيدخل في كل مكان في كل شيء، يعني حلو. طيب خلينا نتكلم برضو عن الشعر، نرجع للشعر. الكوكونات اويل طبعا هو جاني كان جامد والحين صار سايل عادي على حسب درجة حرارة الغرفة. فاحنا الحين الجو حلو، ما قاعدين نفتح مكيف، فعشان كذا صاير سايل وما هو برد. فكوكونات اويل جربته، حطيته على شعري كامل. تحطينه كماسك على شعرك، بعدين تروحين تتحممين. الحلو يخلي شعرك مرطب مرتين، تغسلين شعرك ولسه الرطوبة فيه. إذا كان عندك مناسبة
ما انصحك ابد تستخدمينه، يعني اذا كنتي تبغين تطلعين للناس، لانه ما راح يروح من غسله واحده، ما راح يروح. فلا تستخدمين اذا كان عندك يعني طلعه على طول، يعني مثلا ممكن قبلها بغسله شعر اوكي استخدمين لانه يرطب مره. اذا شعرك مره جاف راح تستفيدين منه كثير. اذا شعرك لا مو جاف مره، راح تستفيدين زي ما قلت لك بالغسلات يعني اللي بعدها راح تشوفين الفايده. عيب انه ما يروح من الشعر 100% زي ما قلت لكم، بس انه مرة حلو حيرطب الشعر. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اي ماسك للشعر لا تروحون للجذور، الجذور ابعدوا عنها، بس حطوه بالاطراف باقي الشعر، بس الجذور لا. بس يستحق الشراء. حتى يعني في ريحة شوي نارجين، يعني ريحته مو قوية لكن في شوي ريحة، عشان ما أكون كذابة في ريحة شوي بس مو قوية مرة، يعني عادي تحطين تبخرين، تحطين دهن عود، تحطين عطر شعر تروح الريحة يعني. طيب هذا آخر شيء اللي هو زيت الخروع، وبعد شوي راح أوريكم الخلطة إن شاء الله اللي هي هذه هنا. زيت الخروع عادي دائما استخدمه، احب احطه على رموشي يطول الرموش، بس انتبهوا لا تدخلونه على عينكم، يعني بس نتفه شوي مره تحطونه على الرموش. او ممكن يستخدم للشعر اذا تبغينه يطول. يعني الحلو ان هذه الماركه يعني خفيف بالنسبه للماركات اللي بالعاده انا اشتريها، على انه حاطين انه بيور 100%، يعني انه طبيعي. فزيت الخروع عادي يعني ممكن تحصلونه باي مكان، كلهم نفس الفايده. بالاخير كل هذول ممكن لهم بديل لو تلقونهم في اي مكان، اي في اي محمصة لقيتهم بالصيدلية ينباعون، ما يفرق، السالفة على مفعول المادة نفسها. فيعني لما اقولك زيت الخروع هو زيت الخروع بالعموم كذا يسوي، لما اقولك زيت الارغان او ارغان اويل يعني بشكل عام هو ايش يسوي. بس انا حبيت هذه الماركة. اذا انتي ما قدرتي تشترينها عادي اي ماركة عندك، اي شيء متوفر ما يفرق طالما انه عجبتك. المهم خلونا نجي على الخلطة الجميلة اللي سويتها. الخلطة وش فايدة الخلطة؟ الخلطة هذه فايدتها انها توحد لون البشرة، تساعد على توحيد لون البشرة، وتساعد مرة على تخفيف الستريتش ماركس او الخطوط البيضاء، مرة 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 تساعد. والترطيب اللي تعطيك اياه يعني مو يستمر يوم، بأمانة يومين. أنا بشرتي جافة وجو الرياض جاف، مع كذا يعني إلى الآن أفضل ترطيب حصلت عليه. فخلني أقول لكم كيف، بس بفتح لكم شكلها. أول شي شكلها، شوف شكلها كيف، مرة حلوة، كأنه كريم صدق، يعني ما تخيلت أن النتيجة بتطلع كذا أبد. الريحة مرة حلوة، يعني صدق حق استخدام كل يوم، ريحة شوكولاتة كأنك فاتحة شوكولاتة، مرة مرة حلوة ومرة جميلة. فخلني أوريكم إيش مكوناتها، بس لا توصف. طيب إيش كان مكونات هذه؟ المكونات هي طبعا أنا بصراحة حاطتها ببلاستيك لأنه شوفوا كله زيت وأشياء. المكونات هي نص علبة أفوكادو، زيت أفوكادو، ونص علبة زيت اللوز. طيب أو ممكن كل العلبة إذا حابين تستخدمون يعني كمية كبيرة، وأنا أنصحكم تسوونها كمية كبيرة لأن أوريدي أنا خلصت علبة يعني كاملة. أنا اللي سويت لي علبتين نفس هذه، فأوريدي خلصت علبة. فأنصحكم تسوونها كذا كاملة. فأيوة زيت اللوز، زيت الأفوكادو، وطبعا زبدة الكاكاو هي اللي معطي الريحة الجميلة، وشيا وزبدة الشيا. يعني هذه الأشياء كلها العلب كاملة سووها استخدموها. إذا ما تبغون تسوون علبة كاملة سوون نص. وش سويت فيهم؟ حطيت كل الأغراض. طيب حطيت كل الأغراض وخلطتها. شايفين خلاط الكيك الويسك حقت الكيك؟ طبعا كهربائي، بخلاطة الكيك الكهربائي. خفقتها لحد ما حصلت على هذا القوام. فمرة حلوة الخلطة، مرة أنصحكم فيها إذا حابين ترطيب أو تتخلصون من الستريتش ماركس. طبعا للأسف إنه ما راح تروح للأبد، لكن راح تخفف وتخلي شكلها مقبول، وراح يفرق معاكم مرة كثير. مرة أنصحكم بهذه الخلطة.
مرة حلوة. وبس كان هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم يا رب. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، اللي ما بعد اشترك يضغط على الزر الأحمر تحت، ودعمكم يعني للكثير. وكمان ياريت تكتبون لي في الكومنت رأيكم بهذا الفيديو، ايش عجبكم وايش ما عجبكم. او صح، نسيت شيء مرة مهم، نسيت احط هذا لانه مع الاغراض الميك اب وكذا، الكولاجين كريم. ريحته زي ريحة الخيار كذا، اهم شيء انا الريحة، لانه شيء استخدمه كل يوم، مرة يهمني ريحته، لانه بتطفشين منه وما تقدرين تستمرين اذا ما عجبك. بس كثير كانوا يخوفوني منه بصراحة. يعني يمكن لي اكثر من اسبوعين استخدمه متواصل، ما شفت فرق، يعني مثلا سوالي عيوب في البشرة او طلع لي حبوب، لا. وفي نفس الوقت ما احس انه فرق كثير، بس ترطيبه حلو، يعطي نعومة حلوة، هذا الشيء جميل يعني. بس فانا اقول دائما اسبوعين تبين احس المفعول الاشياء. فعادي اذا كان عندك استخدميه، اذا مو عندك ما يسوى تشترين، لانه كثير بعد يتكلمون انه يطلعوا حبوب ويخوفون منه. بس انا الحمد لله ما صار لي ذا الشيء. طبعا اكيد بشرة عن بشرة تفرق، بالاخير بقول لكم ان بشرة عن بشرة تفرق وشعر عن شعر يفرق. فانا هذه الاشياء اللي ناسبتني، واتمنى يا رب انه تناسبكم، تستفيدون منها. بس نحبكم، باي.